يا مساء الفل. الزمالك بيتعادل مع المقاولين 0-0 علشان يسيب نقطتين مهمين في المنافسة على الدوري من أوله. آه، كلام كتير اتقال من امبارح على يا إما ناس مع فيريرا وبتقول لازم نديله فرصة، احنا لسه في أول الدوري، وناس تانية بتقطع فيه ازاي التشكيل، ازاي انت عارف ان مثلا ناصر ما بيلعبش جناح، ولوم كتير. آه، خلونا كده ناخد المواضيع واحدة واحدة وهل فريرا صح ولا غلط؟ هل نستنى عليه ما نستناش عليه؟ هنتكلم مع بعض في الفيديو ده على ايه اللي كان المفروض يحصل وايه اللي حصل، وهل كان ممكن يبقى احسن من كده، وهل احنا قدام آه، متوقعين اكتر من كده، ولا هنعمل ايه في الماتشات اللي جاية؟ فيلا بينا. مبدئيا فريرا ابتدى بتشكيل صبحي، قدامه أربعة: عمر جابر وبالدايج والونش وحسام عبد المجيد. قدامهم اتنين: حسام عبد المجيد و سوري شحاتة ودونجا. قدامه عبد الله السعيد، على اليمين ناصر ماهر، وعلى الشمال ادم قايد والدباغ راس حرب. طبعا قبل الماتش انا كنت قلت ان لازم يعني نبتدي تقريبا بنفس التشكيل بتاع الماتش اللي فات، مع تغيير ان ناصر ماهر يدخل في قلب الملعب في النص، يلعب عبد الحميد معالي جناح يمين، ونسيب ناصر منسي يكون راس الحرب. لكن ده ما حصلش. عرفنا بعد الماتش ان عبد الحميد معالي تقريبا مش جاهز ان هو يلعب 60 دقيقة، فعلشان كده اضطر ان هو يلاعب ناصر ماهر ناحية اليمين. وخوان ألفينا ما ينفعش يلعب من اول الماتش على اساس ان هو لسه بياخد على الفرقة، ولازم ياخد دقايق صغيرة في الاول علشان بعد كده يبقى لعيب اساسي. مش معنى ان هو لعيب جامد قوي ان احنا ننزله من اول دقائق الماتش. شيكوبانزا نزلناه من اول الماتش، اديكوا شايفين عمل مشكلة، ما انسجمش، طلع متضايق، استبعدناه، وفي الاخر هو خسر واحنا خسرنا. خسرنا لعيب مهم، يعني ان هو كان ممكن ينزل امبارح و آه، يساعدنا ان احنا نجيب نقط. لكن في الحقيقة تكتيكيا ناصر ماهر ما كانش بيلعب جناح يمين. احنا اول نص ساعة تقريبا او اول تلت ساعة في الشوط الاولاني كان المقاولين بيضغط علينا وبندافع، وكنا تقريبا بنلعب على هجمات المرتدة. فريرا بيلعب دفاعيا 4-2-3-1، وهجوميا بيلعب 3-2-2-3. وده الشكل اللي الناس شافته حتى من الماتش اللي فات، ان دونجا بيلعب ما بين حسام عبد المجيد والونش عشان يبقوا ثلاثة ورا، وهو اللي بيساعد في الخروج بالكورة، هو اللي بيعمل كور طويلة. وده خلى دونجا إلى حد ما يكون شكله كويس مع الفرقة، لأنه في النهاية بيلعب مدافع تالت، مش لعيب في نص الملعب وبيساعدنا في التحضير. 3-2-2-3 دي الخطة اللي احنا قبل ما الموسم يبتدي قلنا ان فيريرا بيلعب بيها، وهي ساعدت كتير ان احنا نكون ماسكين كورة على المقاولين، حتى لو كان ده باختيار المقاولين، لكن احنا كمان قدرنا ان احنا نحافظ على الكورة. حسام عبد ناصر ماهر وادم كايت كانوا بيلعبوا عشرتين، ما كانوش بيلعبوا اجنحة. كانوا بيروحوا على الاجنحة في توقيتات، لكن الاجنحة الاساسية كان بنتايج وعمر جابر. المشكلة هنا ان عمر جابر مش قادر ان هو يعمل سبرنتات كتير وتقدمات كتير، عشان كده ناصر ماهر كمان بيبان أسوأ لان هو مفيش مساعدة. بنتايج واضح انه تعبان، واضح انه البدني بتاعه مش جاهز 100%، لان جه في اخر الماتش وكان مش قادر حتى يروح يطلب الكورة، كان بيقف. فمبدئيا كده خلينا نقول ان الفريق مش جاهز. الفريق مش كل اوراقه جهزت، ومش كل اوراقه آه، خدت على بعض. ده يحطك في النهاية للكلام برضو اللي اتقال قبل الموسم ما يبتدي مني انا على الاقل، ان انا متوقع ان اول 5 ماتشات الزمالك ما يكسبش غير ماتش واحد. الكلام ده انا قلته والفيديو موجود. ليه؟ لان لسه يا جماعة الزمالك لاول مرة في تاريخه
من الاربعينات يبني فريق، ويبني فريق صح. يعني جايب جناحين يمين، جايب جناحين شمال. اي نعم، ادم كايد مش جناح شمال، ادم كايد لعيب رقم 10، وده واضح جدا ان احنا هيبقى عندنا مشكلة في الجناح الشمال لو احمد شريف ما مسكش فورمة وقدر ان هو يلعب في الحتة دي. تبقى مشكلة كبيرة ان احنا مش هيبقى عندنا غير شيكوبانزا في الناحية دي. فالفريق لسه الخمس ماتشات اللي احنا هنلعبهم، او لعبنا 2 منهم ولسه قدامنا 3 كمان، لسه فعلا الفرقة يا جماعة ولا بدنيا ولا فنيا ولا ذهنيا ولا حتى جماعيا او حتى فرديا لبعض الافراد مسكت فورمة. الاهلي عشان يكسب اول ماتش كسب الماتش اللي فات بس، قبل كده كان بيخسر ويتعادل بس، حتى من ايام كاس العالم. ومين معاه؟ مش بقارن طبعا ده بده، ولا فريق ده بده، ولا حتى خصوم ده وده، لكن في النهاية واضح ان الاهلي كمان عايز وقت عشان يبقى في تجانس ما بين اللعيبة. ده عادي جدا. فما بالك في لعيبة 22 و23 و25 سنة ما جابوش البيك بتاعهم. ف ولا احنا نموت فريرة، ولا احنا نقول له لا استنى وبالراحة وبتاع. هو الوسط وحش، فريرة غلط، طبعا غلط. عبد الله السعيد خلاص ما يلعبش 10، الموضوع خلصان من الماتش اللي فات باين. فباين قوي انه ما يلعبش، لكن هو في النهاية هو طالب من عبد الله السعيد مش انه يبقى 10 في الارتكاز اللي هو شحاتة جنبيه عبد الله السعيد. زي ما انا قلت لكم ان ناصر ماهر وادم كايد هم اللي بيبقوا 10، فبيرجعوا. عبد الله السعيد بيروح فين؟ بينزل يستلم من دونجا، ويكون جنبه محمد شحاتة. دور محمد شحاتة ودونجا هنا دور استرجاع الكورة لو حصل حاجة والضغط. عشان كده هتلاقي دايما شحاتة عمال يضغط ويجري، وبيبان في لقطات كتير لان هو الوحيد اللي في الملعب تقريبا اللي بيعرف يعمل ده. ودونجا دوره انه يغطي ورا المساحات الفاضية لو حسام عبد المجيد والونش ما قدروش ان هم يتعاملوا مع السرعات. فكأفكار فيريرا مش مقصر، كأفكار وكتطبيق حتى اللعيبة بتحاول انها تنفذ. فما تضغطوش عليهم، هو سيبوهم لوحدهم، هم هيتعلموا. هيبقى الدوري راح، هتبقى نقط كتير راحت، لكن ما هو علشان تبني لازم تاخد وقت. عشان كده لازم نستنى عليهم. لكن في غلطات المفروض انه ما يغلطهاش. يعني ما اعرفش ليه ما ابتداش بناصر ماهر مثلا، ليه يقعد اي دبابة؟ يعني مش شايف لها ميزة غير في حالة واحدة، ان انت عارف ان انت عدي الدباغ جوه ال 18 بيلعب كتير، لكن شفنا عدي الدباغ بره ال 18 مش احسن حاجة. تاني حاجة ناصر ماهر وادم قايد فعلا ما بيدخلوش 18. طب احنا هنهاجم ازاي؟ وعلى فكرة هي دي كانت اخطر حاجة، ان ناصر ماهر كان مهاجم تاني في اوقات كتير، بس هو ما بيستلمش صح وما بيسلمش صح وما بيتحركش صح جوه ال 18. فبتعتمد على عمر جابر و آه، آه، بنتايج أجنحة. طب ما هم دول بيرفعوا، مين جوه ال 18 هيستفيد بالرفعات دي؟ ما هو مفيش، ولا عبد الله ولا ناصر ولا ادم كايد عندهم البروفايل بتاع ان هم يدخلوا يلعبوا بدماغهم. شفنا كرة واحدة لعبد الله السعيد، يعني جابها من بعيد وطلعت بره. فلازم يكون في مهاجم تاني. تأخر في التبديل طبعا دقيقة 80 عشان ينزل المهاجم التاني ده، انت بتهرج. الكلام ده المفروض الشوط الاولاني خلص، انت في الشوط التاني بتنزل راس حربة تاني. خلاص خلاص، مش لسه هنستنى. سيف جعفر يعني احسن له يشوف نادي تاني، هو مش قدها، هو مش قد نص ملعب نادي الزمالك، مش بتاعته. عنده مهارات طبعا، بس الليميت بتاعه او الليفل بتاعه قليل. ف علشان ما نهريش كتير، هو كورته كويسة وبيبان حلو وبيعمل شو جميل، بس هو مش لعيب في نادي الزمالك كإمكانيات. عايز يشتغل على نفسه بدني كتير وذهني كتير عشان يوصل لحتة كويسة. بس هو ما بيعملش ده بقى 26 سنة. اللي عمل من قبل كده.
عايز يتغير يتغير. انا مستني بصراحة فتوح لما يرجع، هيفرق كتير قوي معانا في الطلوع بالكورة وفي الخطة اللي بيعملها فيريرا. آه، طبعا الأجنحة خلاص، انت عشان تتكلم على ألفينا الولد مش فكرة بس مهاري. شفتوا الجرينتا جوه عاملة ازاي وهو بيزعق وبيحمس الجماهير ويلعبوا وبيجري بياخد الكورة. يا جماعة احنا الراجل ده لو استمر بالأداء ده الذهني والروح، لا احنا معانا لعيب ما جاش مصر. يعني فكرة ان انت لعيب مهاري تجيبه عادي، ما كان في كينو في بيراميدز، يعني ده اعلى يعني كواليتي جه. لكن انك تجيب لعيب اجنبي برازيلي مهاري وروحه عالية بالطريقة دي، لا انت سنتين ثلاثة كمان والواد ده هيبقى في حتة تانية، والزمالك معاه هيبقى في حتة تانية. هو عايز يشتغل بدني اكتر عن نفسه، عايز التسديد من بره ال 18. شفناه شاط شوطين، يعني مش المفروض يبقوا اعلى من كده، المفروض يبقوا زواياهم اكتر من كده. الكرة اللي هي جت في رجلين المدافع وخبطت في الايد دي، لو كانت في البعيدة في المقص زي اللي بيحطها مثلا صلاح، كان هيبقى حاجة تانية. لكن هو واضح ان هو لسه مش ماسك بدني قوي، او الحتة دي مش بتاعته، فالمفروض يتمرن عليها اكتر. الكرة برضو اللي من بره ال 18، اللي من جوه ال 18 اللي شاطها بس ضعيفة جت في ايد الجون، دي نفس الكلام. المفروض ده لو واحد شويط كان شماعة. لكن في النهاية لا، عندك مش ما عندكش. عمرو ناصر مهاجم كويس، ذهنيا عايز يشتغل وطبعا انسجام مع اللعيبة، بس واضح ان هو مهاجم تقيل مش مهاجم ضعيف، فحلو ويشتغل على نفسه. احمد شريف طبعا انا مستنيه، الكلام ده انا قلته من اول الموسم، اكتر صفقة انا مستنيه. احنا عارفين وعارفين هما بيلعبوا فين وبيعملوا ايه، لكن ك ككواليتي لعيب شبه اوباما اللي هو يطلع بره ال 18 يسلم ويستلم ويدخل جوه ال 18 كمهاجم تاني، احنا محتاجين اللعيب ده. البروفايل ده مش عندنا. كل الناس بتتكلم ان خلاص احنا عارفين التشكيل، شيكوبانزا ناحية الشمال والفينا ناحية اليمين. في القلب لازم نلعب باتنين رؤوس حربة علشان يبقى فيه ضغط جوه ال 18، بنعرف ندخل بيه جوان. بنتايج انا رأيي يلعب مدافع ثالث ورا، لان شيكوبانزا والفينا هيمسكوا الاطراف، الباكات مش هيبقى ليهم لازمه. فعمر جابر الحمد لله احنا عندنا عمر جابر، والحمد لله عندنا فتوح، اكتر باكين بيعرفوا يشتغلوا جوه الملعب. فده هيفيدنا كتير قوي الفتره الجايه. كمان مع رجوع ربيع واحمد حمدي انا مستنيه، لان ده هيدينا اضافه كبيره قوي في نص الملعب وعلى حدود ال 18. حتى مش هتكلم عليه كتير، بس هو عايز شويه يشتغل على الحته بتاعت انه ياخد ريسك، ان هو يلعب كور لقدام، يلعب كور طويله. الحته دي لو عملها هيقعد دونج، الموضوع هيبقى خلصان ساعتها. عبد الله السعيد يلعب 60 دقيقه، يلعب 30 دقيقه في اخر الماتش، ده هيبقى اخره، بس طبعا يلعب 8 مش 10. انا مش حابب ان انا اكرر كلام كل الناس بتتكلم فيه وكل الناس خلاص بقت عارفاه. ناصر ماهر في القلب، شيكوبانزا جناح، الفينا احسن لعيب، الحاجات دي كلها ده العادي. انا بصراحه ما بحبش اطلع اتكلم في اللي الناس كلها بتتكلم فيه، ما ايه الجديد اللي انا بضيفه لك يعني. لكن لما اقول لك ان الزمالك الفتره الجايه هيشتغل على 3 2 2 3، وان اللي هيكون الاثنين اللي تحت راس الحربه هم دول هيبقوا رمانة ميزان الفريق، شيكوبانزا وادم كات. خلي بالكم انتوا في طريقتين، يا الباكين يطلعوا يبقوا هما الأجنحة، ساعتها انت هتشتغل على العرضيات، فلازم يبقى عندك اتنين او تلاتة جوه ال 18 بيعرفوا يشتغلوا بدماغهم ومهاجم تاني. لا تلعب بطرفين بيعرفوا يحتفظوا بالكرة تحت رجليهم، مهاريين رجليهم عكسية، فتقدر ان انت تشتغل جوه الملعب وتعمل اللعب اللي هو في سروهات جوه ال 18 وفي شوط من بره ال 18، وهيرفع لك كرة بالرجل العكسية بس مش هتبقى كتير قوي. ده بروفايل
يخليك تلعب جوه ال 18 بلعيبه بتعرف تحرك الكرة اكتر. يعني انت لما تلاعب الفينا تقدر تلعب جنبه عبد الحميد معالي، وناحية الشمال ادم كايد وشيكوبانزا ناحية الشمال. ده بروفايل يقدروا يلعبوا مع بعض، لان اللعب هيبقى على الارض اكتر، ما فيهوش عرضيات ولعب كور طويلة وحاجات عايزة جامب. البروفايل التاني بتاع عمر جابر وبنتاج ناحية الشمال هيخليك جوه الاتنين اللي تحت راس الحربة يكونوا بيعرفوا يلعبوا بدماغهم ويسلموا ويستلموا. عشان كده انا مثلا مستني احمد شريف واحمد حمدي مثلا. معلومة، ناصر ماهر مشكلته مش ان هو بس بيلعب، مشكلة ناصر ماهر الكبيرة انه ما بيعرفش يلعب ناحية اليمين سواء جناح او 10. يعني حتى ناصر ماهر وهو بيلعب نمرة 10، هو وعبد الله السعيد وادم كايد نفس القصة، هما بيحبوا يلعبوا ناحية الشمال، الجناح الشمال دي بتاعتهم، ال الجزء الشمال من الملعب. انما الناحية دي اللي هي عدلته رجليه على بره الملعب مش لجوه الملعب، دي مشكلة عندهم، هما ما بيعرفوش يلعبوه، مش بتاعتهم، مش امكانياتهم. ناس زي ما هتجيب مثلا معالي ناحية الشمال رجليه لبره مش لجوه الملعب هيتأثر جامد. خوان ألفينا نفس الكلام، لو جبته ناحية الشمال هيتأثر لأنه رجله بره مش لجوه الملعب. فدي تريكات لعيب الكورة هو اللي يحسها، فما تضغطش عليه وما تطلبش منه أكتر من كده. اللي جاي أحسن للزمالك، واحدة بواحدة الفريق ده هيوصل لنص تسعة أو أول 10. هتتفرجوا على كورة مش موجودة في أفريقيا حقيقي. احسن حاجة في نادي الزمالك ان الفريق فيه كواليتي كويسة وعندها هامش تطور كبير ومكملين بعض، وده حرفية اللي عمل الفرقة. انت بتتكلم في ان اللي عمل الفريق هو عارف انه جايب مدير فني هيلعب بالخطة دي، لعيبة بتلعب على الارض كتير، بتباصي كتير، بتظهر لبعض، بيتحركوا في المساحات، مهاريين بصراحة. نشول ناس بتلعب بيمينها يمين وشمال، في القلب، في الدفاع. بصراحة شابوه 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 لجون ادوارد. شكرا ليك، شكرا ليك ان انت اتفرجت على الحلقة، اتمنى ان هي تكون عجبتكم، واللي جاي احسن للزمالك. سلام.